بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله من قناة لمحة من الماضي. الحديث عن أحد أشهر أحياء بلدة العيون القديمة بالأحساء، ألا وهو حي عين ريس، الذي ينسب إلى عين المياه الموجودة في وسط هذا الحي، ولا نعلم من هذا الريس الذي تنسب إليه العين، وسوف نتعرف خلال هذا الحديث على الحارة وعين المياه والمسجد. ويعتبر حي عين ريس المنطقة المركزية لبلدة العيون القديمة، وكان هناك في هذا الحي في زمن الترك قلعة يقيم فيها المسؤول الأول عن ناحية العيون والطاقم الإداري التابع للناحية ومجموعة العساكر. في حي عين ريس يقام يوم الجمعة السوق الأسبوعي، حيث يتوافد إليه الباعة والمشترين من العيون وخارجها. يباع فيه اللحوم والخضار والفواكه والملابس والحطب وغيرها مما يغطي ضروريات الحياة لديه. وأغلب دكاكين بلدة العيون تتواجد في حي عين ريس. ومن الحوادث التي حدثت في حي عين ريس عام 1398 سقط بيت طيني بالقرب من المسجد أدى إلى مصرع امرأة وطفلها يرحمهم الله تعالى. ويتعلم الأطفال في كتاب الشيخ خالد القحطاني والمطوع صالح السعد العواد رحمهم الله جميعا. عين ريس هي عين المياه التي ينسب لها الحي والمسجد. دل تسمية الحي على اسم العين على أقدمية عين المياه، ولكننا لا نعلم كما أسلفنا من هو هذا الريس الذي نسبت إليه العين. وعين ريس من أقدم عيون المياه الموجودة ببلدة العيون القديمة، وهي عين مطوية بالحجارة ويرتفع حوضها حوالي 2 متر، وفي آخر أيامها كانت المياه لا تتعدى قاع العين وهي مالحة، وربما أن مياه العين كانت صالحة للشرب. ويدخل الناس لحي عين ريس عبر الدروازة الجبلية الغربية، وهي البوابة الرئيسية لبلدة العيون القديمة. وكان الأهالي يتزودون بالمياه للشرب من عين الرشادة. وقديما كانت مياه عين ريس تفيض بكمية قليلة وتسير باتجاه الغرب وتتفرع لمسارين، مسار يتجه إلى موضع مسجد أبو سهل علي التركي رحمه الله اليوم، حيث تتجمع المياه القليلة، وبعد جفافها ردمت ودفنت، وذلك عام 1385 أو 1386 هجرية. ردمت العين وأصبحت أثرا بعد عين. مسجد عين ريس. مسجد عين ريس هو ثاني مساجد بلدة العيون القديمة من ناحية التأسيس بعد الجامع، ولا يعرف تاريخ أول بناء للمسجد، وكان المسجد صغير ومبني من الطين والجص وأساسه من الصخر. وقام خالد بن محمد بن صالح الشدي رحمه الله بإيصال الكهرباء للمسجد من كهرباء منزله لتشغيل الإنارة والمراوح وتشغيل مكبر الصوت لرفع الأذان. وفي عام 1398 هجرية تقريبا تم هدم المسجد، وتم ضم منزل عبد الله العقيل الهزاع يرحمه الله إلى مساحة المسجد لتوسعته، بعد أن تبرع أبنائه بمنزل والدهم لصالح المسجد، فجزاهم الله كل خير. وفي نفس العام
تم إعادة بناء المسجد من جديد على طريقة البناء العربي على نفقة أحمد بن محمد بن ربيع يرحمه الله. وفي فترة متقدمة تبرع جمعة بن صقر بن علي العساف رحمه الله بجزء من منزله لصالح المسجد. ومن الأئمة الذين تولوا على المسجد قديما المطوع إبراهيم بن سعد ربيع ابنه، وبعده ابنه حمد بن إبراهيم ابن سعد الربيع، وبعده ابنه عبد الرحمن ابن حمد بن إبراهيم ابن سعد الربيع، وأخيرا ابن سعد بن عبد الرحمن الربيع رحمهم الله جميعا. ومن المؤذنون القدامى للمسجد المطوع صالح السعد العواد رحمه الله، وراشد صميخ الحقباني رحمه الله، وعبد الله عيسى الحسين أبو عبلان رحمه الله.